شارك جمعية أمراض السرطان الخيرية بالإحساء في الحملة الخليجية لأمراض الأسبوع الخليجي للوقاية من أمراض السرطان. هذا الأسبوع يقام للمرة الأولى على مستوى الخليج، ويكمن أهمية هذا أنه مدعوم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى الخليج العربي. أهمية الفحص في حال اكتشاف المبكر، وهذه الحملة القائمة عليها أنها في حال الفحص اكتشاف المرض الوقاية منه 40%، وإمكانية العلاج تصل إلى نسبة 40%. الجمعية لها برامج كثيرة خلال السنوات الماضية، ومنها برامج توعوية وتثقيفية، حملات تقيمها بشكل مستمر مع شركائهم، وأهم الشركاء هم جامعة الملك فيصل، هي شريك استراتيجي للبرامج الجمعية عن طريق الطلبة المشاركين في كلية الطب. وأخيرا قدمت مشكورة سيارة فحص الماموجرام تبرع للجمعية، سوف تكون إن شاء الله تبدأ حملاتها قريبا خلال الأشهر القادمة، وذلك بالتنسيق مع الشؤون الصحية والشؤون الاجتماعية وكذلك جامعة الملك فيصل. هناك شراكة مع الشؤون الصحية من خلال عمل مركز فحص مبكر عن طريق رجال الأعمال وأهل الخير. تم تقريبا انتهاء من المخططات والموافقات جارية الآن لتحديد الموقع المناسب لإقامة هذا المشروع، وإن شاء الله حيكون هذا بكرة برامج الجمعية، ويكون له أهمية في تحفيز الناس للفحص المبكر. أنا أشتغل كمتطوعة في الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان. حابة أعطيكم نبذة أو خلفية عن الخدمات اللي تقدمها جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء، منها إصدار بطاقات خصم عن الرحلات 50% في الخطط السعودية والمؤسسة العامة للخطط الحديدية والنقل الجماعي. أيضا توفر أجهزة تعويضية للمصابين، منها ثدي صناعي وأجهزة حركة، تأمين السكن المجاني، تأمين وسائل النقل المجانية. ولله الحمد إلى الآن وصل عدد الزائرات عندنا إلى 1104 زائرة، وهذا يبشر بمجتمع صحي وراقي بإذن الله. طبعا أنا مشاركة في ركن سرطان الرئة، أتكلم عنها من ناحية أسبابها، أعراضها، علاجها وطريقة الوقاية منها. جمال الروح في فرحة، جمال الجسم في صحة، عساها الدوم يا غالي تنام بعافية وتصحى. جمال الروح في فرحة، جمال الجسم في صحة، عساها الدوم يا غالي تنام بعافية وتصحى. تعيش بهالعمر سالم، صحتك تهمنا يا زين، عشان المجتمع يبقى بصحتنا قرير العين. تعيش بهالعمر سالم،
صحتك تهمنا يا زين، عشان المجتمع يبقى بصحتنا قرير العين. جمال الروح في فرحة، جمال الجسم في صحة، عساها تدوم يا غالي.